لما تبص على قصة أوبرا الناي السحري بصة سريعة كده ممكن تقول إنها مجرد قصة خيالية مسلية، بس بعد قراية تانية ومن غير حتى ما تحتاج تتفرج على العرض بالكامل هتعرف إن موتسارت كان قاصد حاجات أعقد من مجرد قصة خيالية تقليدية، وهو ده اللي خلى نظريات كتير تحاول تفسر معاني الأوبرا دي زي ما قلنا من شوية. على حسب بعض المصادر في نظريات وتحليلات كتير بتشير إن موتسارت والكاتب المسرحي اللي شاركوا في كتابة النص إيمانويل شيكانيدر كانوا بيستخدموا شخصيات الأوبرا كرموز لأشخاص حقيقيين وأفكار سياسية أو فكرية في زمنهم. فمثلا في نظرية بتقول إن ملكة الليل بتمثل أفكار الجهل والاستبداد أو القوى القديمة المحافظة زي الملكية أو الكنيسة المتشددة اللي كانت بتعارض التنوير والعقلانية، وده خلى محللين كتير يقتنعوا إن موتسارت كان يقصد الإمبراطورة ماريا تيريزا اللي كانت معارضة كبيرة للماسونية، واللي في مصادر بتقول إن موتسارت وشيكانيدر كانوا بينتموا ليها وشايفين فيها صورة واضحة للتنوير. وعلى العكس بقى شخصية زاراسترو كان بتمثل العقل والتنوير اللي كان موتسارت مؤمن بيه ومنفتح على أفكاره. عشان كده هتلاحظ إن الشخصية دي كانت متهمة بإنها بتمثل قوى الشر من ملكة الليل، بس الأحداث بتثبت عكس كده، وده إسقاط واضح على المواجهة الحقيقية ما بين التنوير والأنظمة الملكية في الفترة دي. بتكمل النظريات دي وبتقول إن تامينو كان بيمثل المواطن الأوروبي المثقف اللي بيدور على الحقيقة في عصر التنوير، أما صاحبه باباجينو فهو الإنسان البسيط اللي بيمثل التوازن ما بين المعرفة وما بين الاحتياجات الإنسانية الفطرية. بالإضافة لرمزية شخصيات أوبرا الناي السحري فالأوبرا كمان كانت مليانة برموز من الحضارة المصرية القديمة، والسبب برضو كان تأثر موتسارت وشيكانيدر بأفكار الماسونية اللي بدورها كانت متأثرة برموز وطقوس من الحضارة المصرية القديمة. يعني مثلا شخصية زاراسترو اللي هو كبير الكهنة حواليه طقوس وشعارات شبه جدا اللي كانت موجودة في المعابد المصرية، الشمس والنور والحكمة، والكهف اللي بينزل فيه تامينو عشان يمر بالاختبارات شبه بوابة العالم السفلي في الأساطير المصرية القديمة زي رحلة روح أوزوريس. وبمناسبة أوزوريس فالأوبرا فيها آريا اسمها أوزيس أنت أوزوريس، وفيها بيصلي زاراسترو لإيزيس وأوزوريس وبيطلب منهم يمنحوا الحكمة والقوة لتامينو وبامينا عشان ينجحوا في اختبارات النور. غير النظريات الجد قوي دي في كمان نظرية تانية دمها خفيف شوية بتقول إن موتسارت وهو بيكتب شخصية ملكة الليل كان بيقصد حماته اللي ما كانتش موافقة على جوازه من بنتها كونستانسا، بس في جميع الأحوال كل دي مجرد نظريات ومفيش أي دليل قاطع بيثبت إن موتسارت كان قاصد شخصيات معينة بالذات لما ألف الناي السحري.